اخيرا، وانا الحقيقه ترددت كثيرا ان انا اتكلم في الموضوع ده، بس واجبي الاعلامي والاخلاقي يحتم علي ان انا اتكلم فيه. وهو مش عارف اقول ايه لهذا الرجل، هو صديقي وانا بحبه وبيزعل مني لما بطلع انتقده في الاعلام، وكل مره يشوفني يقول لي كده كده تقول عليا كذا، بس انا ما بملكش غير ان انا اقول الحقيقه لما تحصل. انا بتكلم عن السبكي. السبكي عامل فيلم الحقيقه اللي هو بتاع هيفاء وهبي ده، فيلم صعب قوي، فيلم اسمه حلاوه روح، وموجود دلوقتي في دور العرض السينمائي. مش عارف انتوا شفتوا التريلر او شفتوا البرومو، يعني شفتوا التنويه بتاع الفيلم ولا لا، او انتوا شو دخلتوا السينمات وشفتوا الفيلم ولا لا. بس التنويه لوحده البرومو لوحده مصيبه. انا ما شفتش الفيلم، بس انا شفت التنويه، فقلت يمكن هم مكثفين شويه في التنويه بمنطق بقى الاثاره والتشويق، وان انت تعمل شويه حاجات كده اللي هو قصه ولا مناظر وبتاع عشان تحبب الناس تخش. بس ليا اصدقاء امبارح، وحقيقه هم سبعه دخلوا الفيلم، والاصدقاء مختلفين، حد منهم متحفظ شويه، وحد منهم متحرر او شويتين، وحد منهم في النص، يعني هم عاملين تشكيله كويسه. السبعه الحقيقه راجعين بيقولوا لي نفس الكلمه، بيقولوا لي احنا طلعنا مكسوفين من الفيلم. فقلت لهم هو الفيلم للدرجه دي يعني فاتح على البحري؟ قال لي فوق الفاتح على البحري بشويه. هيفاء وهبي بقى يعني واضح انها عايزه مش عارف تختم مسيرتها ولا ايه، فمتالقه بقى، جايبه من الاخر، بس ما لهاش علاقه طبعا بالاخر بتاعنا، الاخر بتاع هيفاء. قال لي اثاره وعري ومصطلحات قبيحه جدا جدا جدا، وايحاءات منيله ب 60 نيله، وتركيز كادرات. وهو ده الكلام بقى هنا طلع السبكي بره وكلمني شويه عن المخرج. يعني المخرج اصلا مش انا اللي هعلم اخراج، يعني في فرق ان انت تقول اللي انت عاوزه، وفرق ان انت تبقى قاصد ان انت تعمل نوع من انواع الاثاره للناس، ان انت بتحرك غرايزهم وشهواتهم الجنسيه. كادرات كلها كادرات داخله في البنطلون، يعني مش ممكن. طبعا ما فيش بنطلونات، هو كلها فساتين وحاجات اقل من الفساتين، لكن كلام مش عارف هدفه الفني ايه، مش عارف هدفه الابداعي ايه. وبعدين الاكتر بقى اللي يجنن، فقلت لهم يا جماعه بس معقوله كذا كذا كذا؟ طب الفيلم مكتوب عليه الكبار فقط؟ قالوا لي مكتوب للكبار فقط. فقلت اهي دي تعدي شويه الموضوع. فاكتشفت انه مع ان الفيلم للكبار فقط، لكن البطل الفيلم طفل صغير. يعني بجد اللي هو المنطق ينتحر، حد بقى يديني عقله عشان انا عقلي راح مشوار ولسه ما رجعش. هو على اساس انه ايه، مش عايزين الولاد الصغيرين يخشوا يشوفوا الفيلم، لكن الولد اللي مثل الفيلم وشاف البلاوي دي كلها احنا مضحيين بيه، مش فارقه معانا. يعني ازاي فيلم للكبار فقط يكون بطله وعنصره الاساسي طفل صغير؟ ومش عارف ليه الرقابه بقت مرحرحه قوي كده. هل ده له علاقه بالحريات؟ انا عايز اقول لكم ان احنا بنتفرج على افلام الاجنبي، يعني انا ادعي وازعم ان انا متابع كويس للافلام السينما الامريكيه بالذات، اللي هي بقى التحرر والانفتاح. مفيش والله كده، بجد مفيش كده. ما بيبقاش المخرج قاصد انه يلعب على الشهوات والغرايز. ممكن يبقى في لقطه كذا وكذا وبتيجي عارضه، والمخرج نفسه بيبقى عاملها في السياق الطبيعي مع اني متحفظ عليها، بس ماشي. لكن هنا تحس ان في تعمد ان انا اثير الناس. انا مش عايز اقول لفظ تاني يعني ما يصحش يتقال على الاعلام. في حاله من حالات اللي هو اسخن. طب وليه يا عم الحاج؟ ما كفايانا سخونه. يعني نفس المنطق اللي بيقوله صديقي خالد يوسف. انتوا عارفين خالد يوسف برضه سكته كده شويه، يعني ايه في البحري شويه في المشاهد. فلما تقول لخالد يوسف، وياما عملت معاه حوارات، واقول له يا خالد مزودها شويه، اللقاءات فيها ايحاءات جنسيه وفيها مش عارف ايه. فالرد بتاع خالد دايما اللي ما بفهموش يقول لي ايه؟ يقول لي لا، لو حد شاف مشهد كده يعني واثير او سخن، يبقى الغلط عنده، يبقى الغلط عند المشاهد، يبقى هو اللي عنده نقص، هو اللي داخل الفيلم عشان يتفرج على كده مش عايز يفهم الرساله بتاعتي. فانا دلوقتي بقى بقول للسبكي وبقول لمخرج الفيلم وبقول لخالد يوسف وبقول لكل من يتبع هذا المنهج يعني في التفكير، لا مش صح.